بيبدأ الفيلم بأسرة، أم اسمها نجلاء وبنت اسمها ولاء وابن اسمه كريم. كانوا داخلين فرح كده يقلبوه، وواضح ان هم الفقر تعبهم خالص. وبعد كده وسط ما هم بيقلبوا الحاجات المعازيم كشفوهم، فبدأوا يقولوا احنا والله ما سرقناش حاجة وبتاع. فدخل عليهم دياب او محمد سعد وكان عامل فيها ظابط، فبيقول لهم والله وقعتوا يا حرامية. فالناس بدأوا يشتكوا له ان هم اتسرقوا كده، فقال لا لا ولا كلمة، انا هاخدهم على العربية واربيهم في الاسم. خدهم فعلا، وبنكتشف المشهد اللي بعده ان هم في البيت وبيعاتبهم انه ازاي ابن مؤهله دارس مزيكا وبنت دارسه فنون جميله، وازاي نجلاء دي امهم وبشعه كده مش عارفه تربي عيال. فبداوا يدافعوا عن نفسهم يقولوا احنا ما سرقناش حاجه والله، دلوقتي سيحه هو اللي سرق كل حاجه. وبعد خناقه كده بينزل دياب تاني يوم الصبح، بيشوف سيحه ده واقف مع واحد اسمه بقله وبيتكلموا عن في قصر كده معين هيروحوه. فبيجي دياب ياخد بولا ده من سيحه، فسيحه بيقول له ايه يا عم بتقطع عيش ليه، ما عايزين نشوف حكايه القصر دي ونسرقه. وبعدين يعني انت هتعمل لي فيها الشريف قوي، ما انت اولادك ومراتك امبارح كانوا مقلبين الفرح وبتاع. فقال له حسك عينك تجيب سيره اهلي تاني، سمعت. وبعد كده بدا يروحوا القصر، وبدا دياب يشوف العالم الخارجي ده وحاسس نفسه ولا حاجه جنبهم. ناس عندهم سواق وعندهم مدرب مزيكا وعندهم كتير حاجات كتير قوي. وبدا يرجع البيت يلاقي الناس صحاب الفرح دول اللي اتسرق الشبكه بتاعتهم من سيحه بيجروا وراه وبيطاردوه. وبعد كده بدا يخش البيت ويعرف ان الناس دي جايه عشان تمسك سيحه، لانهم عرفوا ان هو اللي سرق الذهب. فبدا يقول لمراته نجلاء انت عارفه يا نجلاء انا خفت يجرى لي حاجه من بعدكم او اتهان حتى قدامكم، هيبقى شكلي مش حلو. فقالت له انا كمان خفت على فكره. قال لها خلاص وعلينا بايه، ما نبطل شغلانه السرقه دي، هي بتجيب لنا كام يعني. فقالت له طب وهنعيش ازاي؟ قال لها يعني مفيش حل الا كده، ممكن ننصب، بس ننصب بشرف عشان يبقى حلال على الاقل. وبدا تاني يوم يراقب القصر اللي راحوا امبارح وبيعرف كل حاجه. وبدا كده يعرف ان هم عندهم سواق، فبدا يلبسه في قضيه حشيش بحيث يظهر هو مكانه. وبدا يسرق مفاتيح العربيه بتاعتهم. فالمدام ليلى وجوزها احمد بيخرجوا ما بيلاقوش حد، فقال لهم على فكره انا اوبر وممكن اوصلكم بعربيتي عادي. وصلهم فعلا، فهي تقول له طب اتفضل حسابك اهو. قال لها لا لا من غير حاجه. فبدا يحسوا ان هو شخص يؤتمن، فقالوا خلاص احنا هنشغلك معانا. وبدا ابنهم يوسف الصغير ده يحبه جدا. وبدا يرجع البيت لاهله الفقراء ويحتفلوا ان هو خلاص تعين في القصر، واول خطوه في النصب حصلت. الخطوه الجايه ان هم يدخلوا كل واحد من الاسره الفقيره دي على انه حاجه في القصر. وبدات ليلى تروح لمدرب الموسيقى ده وبدا يشكر لها في بنتها انها بتتعلم بسرعه جدا. ودياب بيروح ليلى تقول له على فكره انت في تليفون صغير كده خليه معاك عشان تمشي نفسك بيه. الله الله يخليك، ده فكرني بموسيقار كبير قوي كنت شغال عنده. وعلى سيره المايسترو والمزيكا وكده، الموسيقار بتاعهم او مدرب المزيكا في القصر قال له طب ما توصلني النهارده مشوار. وهم رايحين فضل يكلم دياب ان العزف ده اهم حاجه فيه هو الصوابع، لو صوابعك راحت هتموت. فدياب قال له اه طبعا اتفضل. وهو نازل راح قافل الباب على صباعه وبدا يدخل ابنه اللي هو كريم اللي دارس مزيكا على انه هو المايسترو الجديد في القصر، بعد ما خلاص اللي فات ده ضاع. وبدا يحب البنت اللي هو بيدرس لها اللي اسمها دينا، كانت شابه صغيره. وبدا يقول لهم على فكره انا حاسس ان يوسف اخوك الصغير ده في مشروع رسام كده، والواد شاطر وموهوب، بس هو بس محتاج مدرس. انا اعرف مدرسه رسم شاطره جدا. وبدا يرمي ان هو يجيب اخته تخش في القصر على انها مدرسه رسم. وفعلا راحت ولاء على انها مدرسه الرسم. كده لسه واحد بس اللي هي نجلاء، ويبقى كل العيله في القصر بادوار مختلفه. وبدات تقعد مع يوسف وتتصاحب عليه الواد الصغير، واديته حتى هديه. كان في دياب بدا ياخد الناس يوصلهم. بدا الداده او مربيه البيت يعني كان اسمها ميسه، وقعت ورقه على الارض كده، ففي قطه عدت فعرفنا انها عندها حساسيه من القطط. فتاني يوم دياب استغل الحكايه دي قوي وبدا يرمي عليها شعر قطط، فالحساسيه دي زادت. وبدا يقول لمدام ليلى على فكره الست اللي عندكم دي شكلها جربانه. قالت له بجد انا ابني عنده حساسيه وممكن يتسوق، خلاص احنا هنمشيها. وتاني يوم كان قاعد سايق عربيه جولف مع احمد صاحب القصر، وكانوا بيشربوا سجاير واداله سجاره حشيش كده. فالراجل دماغه بقت عاليه قوي وبدا يقول له بص بيني وبينك البيت بقى مبهدل قوي بعد ما الست ميسه دي مشيت او الداده. قال له على فكره انا اعرف حد جديد اسمها نجلاء، دي لو جات لك هتظبط لك المكان كله. وبدا يدخل مراته بدور انها الداده. كده العيله كلها بقت جوه القصر. وبدا دياب يشتري لحمه، وسيحه بدا يقول له منين ده كله العز اللي فجاه ده. وبدا كريم ابنه يحب دينا فعلا، بس هو مكسوف من الاصل بتاعه. وكمان مش هو بس فقير، ده داخل على ان هو بيكذب، هو داخل اساسا عشان فبدا ما يصارحهاش. فدياب دخل على اولاده كده لقاهم الاثنين مكتئبين، وابنه بالذات ان هو عنده عقده الفقر. فقال له يا ابني وايه من امتى الفقر عيب؟ قال له يا بابا مش عيب وفقر، احنا بالنسبه لهم ولا حاجه، انت مش شايفهم عايشين ازاي؟ قال له لا ما تقولش كده، مش مهم يا ابني خالص انك تبقى غني ولا بتاع، اهم حاجه انها بتحبك وانك تعرف تحب من الناس. وبدا يحضنوا بعض. كان المشهد اللي بعده ان ليلى صاحبه القصر بتتخانق مع جوزها لانه راجل مشغول في شغله طول الوقت ومش مديلها اي اهتمام ولا الاولاد. قال لها خلاص هنقول لك على حل حلو، احنا نسافر سوا لوحدنا وناخد الولاد ونروح. وبدا دياب يوصلها من المطار، وبدا يحس ان فرصه جات له على طبق من ذهب ان هم خلاص هيسافروا والقصر بقى معاهم بقى. واول ما مشيوا نجلاء راحت طافيه الكاميرات كلها، وبداوا بقى يعيشوا عيشه الاغنياء دي، يجربوا اللبس والعيشه عموما كلها. وبدا دياب يقعد يشيش كده وهو بيحب في نجلاء في الجنينه. وبدات تقول له على فكره يا عيال فرحانه؟ لا طبعا مش شايفه البيت عمل ازاي، قارنيه بالبيت القديم. قالت له بس انا خايفه ما يعرفوش يرجعوا البيت القديم ده تاني بالطريقه دي. قال لا 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 انا هجيب ان شاء الله بس في الاحلام. وبداوا يضحكوا وبدات تدق وبدا الجرس يرن، وسيحه واقف بره عمال يقول لك انا بره القصر وافتحوا لي كده عشان اخش اقلب المكان كله. ياب فتح وقال له على فكره احنا مش جايين نسرق حاجه،
فقامت بينهم خناقه كده لحد ما قطعوهم ميسه او مربيه المنزل القديم. ودخلت ميسه وقالت لهم حلو قوي الكلام ده انتوا فاتحين البيت على البحري. طب بصوا بقى، انا مصوراكم فيديو بكل اللي انتوا بتعملوه ده والخناقه دي، فانا جايه بحجه ان انا جاي ارجع المفاتيح اصلا بتاعه القصر، هطلع فوق اسرق كل الذهب ويا دار ما دخلك شر. وسرقت فعلا الذهب كله، وهي نازله وقعت على السجاده، سيحه راح ناطط فوقها وقتلها. فدياب ضربه وقال له ليه تعمل كده، مش للدرجه دي. وهنا تليفون نجلاء بيرن، بيلاقي المدام صاحبه القصر بتقول لها ايوه على فكره الرحله دي اتاجلت، الطياره فيها مشاكل وكده، اعمل لنا بقى طبق فته وحاجات كده عشان نعرف ايه نرم عضمنا. فبدا دياب ويدرك المصيبه اللي هم فيها، ان هو معاهم جثه في القصر والدنيا متكركبه. بدا يلموا كل حاجه وربط سيحه ده في البدروم، وميسه دي رمى الجثه على السطح وبدا يجري يعني تحت المطر مع عياله. وكان في نفس الوقت دينا بتقول لكريم انت وحشتني على فكره، ده بكره عيد ميلادي لازم تيجي. فدياب رجع البيت لقى البيت متبهدل ومتكركب خالص من المطر، والولاد بيقولوا له على فكره يا بابا مفيش مكان ننام فيه، البيت باظ. بدا يناموا في حضن كده ويقول لهم والله ما كان قصدي، انا مش قصدي اعيشكم في المستوى ده. ويوم العيد ميلاد تاني يوم بينزل دياب ما يلاقيش سيحه اصلا في البدروم، معنى كان ان هو فك نفسه وخرج. وكمان مش كده وبس، ده طلع فوق السطح ورمى الجثه بتاعت ميسه من فوق اللي هو بيخربها يعني. وبدا دياب يتخانق مع رجالته وعرف ان هو سيحه هرب، وكمان خطف الطفل بتاع القصر اللي هو ابن مدام ليلى. فدياب بدا ينزل المنطقه ويضرب الرجاله بتاعت سيحه لحد ما عرف مكانه، وبيبعت لاحمد صاحب القصر اللوكيشن اللي فيه هو. وهناك كان سيحه مع الطفل وبيديه الذهب وبيقول له هاخد الواد وامشي. سيحه راح معور دياب، وبعد خناقه كده الباشا ده وصل وكان سيحه خلاص هيقتله، راح دياب فادي نفسه بيه، حط نفسه مكانه وخد هو الضرب. وبعد كده المشهد اللي بعده البوليس وصل واتقبض على سيحه، ودياب راكب عربيه الاسعاف عادي كأن مفيش حاجه. وبدا يكلم الراجل صاحب القصر ده، قال له هو انت عارف ان انت اللي انت عملته ضحكت عليا؟ قال له يا باشا ما انا ما عنديش حاجه، هو انا عندي نسب ايه ولا ايه خليني اخش عندك القصر بصفتي مين يعني؟ انا ولا حاجه، احنا عملنا كل ده وعملنا ادوار الغريبه دي عشان نكسب بالحلال. قال له وانك تدخل بيتي مجرمين تقول حلال؟ ولا ده واحد بقى طماع وعايز ينهب؟ ايه الغل ده يا اخي؟ خساره عيالك الحلوه دول، العيال متعلمه يطلع لهم اب عار كده، اب كذاب مش عارف يبقى حاجه. قال له على فكره انا ما قصدتش غير ان اعيشهم كويس حتى لو حسبتها غلط. خلاص ما اللي انا فيه ده مش فشل، ده خوف، كل حته في الشوارع فيها خوف، طموح نفسه ضاع وكرامتي بتتهان طول الوقت. خد يا باشا الذهب اهو، انا مش هاخده ليه. فقال له بص انا لو عليا عايز اقتلك، بس انت دلوقتي لسه لاحق ابني واخد ضربه مكاني كان زماني مت فيها، فخليهولك. فبدا دياب يبص وكيلو الذهب بكام النهارده. المشهد اللي بعده بعد شهر نلاقي دياب لسه عندهم في القصر بنفس الادوار عادي والوظايف، وواضح ان الموضوع اتحل بينهم خالص والفيلم قفل بنهايه سعيده. ده كان الفيلم يا جماعه، فيلم يا جماعه حلو والله، اتبسطت بيه قوي. فيلم بيقولوا ان هو شبه فيلم اسمه باراسايت، فيلم كوري او اسيوي. انا ما شفتش باراسايت بصراحه واسمع ان فايتني كتير، بس ما اعتقدش ان الفيلم ده حرق لي باراسايت، لان باراسايت ده اسمع انه كئيب كآبة السنين يعني. فالفيلم ده يعني حاول يبقى ميكس، بس انا والله مش ضد فكره الاقتباس يعني محمد سعد لو كان عمل فيلم كوميدي من وجهه نظري فارسير حاجه شبه مثلا تحت الترابيزه والحاجات دي، كان الفيلم وقع منه جامد. حتى محمد حسين ده ما نجحش قوي، انما هنا هو عمل قصه فيها عياط فيها مش عارف ايه وفيها كوميدي في النص تمام. فالراجل بيجتهد صراحه، والدشاش حتى هو لو كان فيلم مش قوي تمثيله فيه كان مرعب وفاده كتير من وجهه نظري عن الكنز، رغم ان الكنز فنيا كان اتقل. بس هو محمد سعد والله ممثل كويس، مفيش حد في العالم كله ما بيحبوش. راجل في ظروف تانية كان بقى رقم واحد للابد يعني. انا بحسه ضاف نواحي جديده للكوميدي اصلا ما ضافهاش عادل امام ولا سمير غانم، والراجل كل خليه فيه بتمثل بجد يعني. حتى في ناس بتلاقيها كوميديانات عارفين اللي هو بيعمله ده تمثيل وبتاع، بس بيضحكوا من يعني ايه الهبل اللي انت بتعمله ده، انت ازاي بترقص وتقول افيه وتشنج هو راجل مرعب بجد، موهبه استثنائيه جدا. وانا دايما بقول ان هو ما حرقش نفسه في الافلام الكوميدي اللي عملها في الاول خالص يعني، عشان الناس تقول لك ده مش عارف كان عمل مثلا في اخر كل فيلم مشهد درامي فده يثبت لك ان هو جواه امكانيات لو استغلت. لا خالص، احنا عندنا ناس كتير بتعمل اكل، ما عندناش ولا واحد بموهبه محمد سعد في الكوميديا. فهو وكمان على فكره يا جماعه الناس دايما بتقول لك السينما المصريه عايشه ولا لا، فيقول لك بص على الافيهات المصريه دي لو لقيتها بطلت تتنقل بين الدول الخليجيه وبين بعض اعرف ان السينما دي فيها خط. ففعلا الراجل ده يا جماعه يعني مش بس افيهاته بتتنقل، ده هو اللي عمل الميمز اصلا يعني. فيلم زي بوشكاش ده ما فيش فريم واحد ما اتحلبش ان هو تم بالميمز او افيه. وبرده بالليمبي والحاجات دي، حاجات دي ايقونيه. وعلى فكره هو كان قال يعني معلش على التطويل، كان قال ان حسن حسني هو اللي قال له طالما عملت شخصيه نجحت زي الليمبي استثمرها. وفعلا الموضوع هنا مش وحش يعني. مثلا بص على الليمبي 8 جيجا اللي هو بعده ب 10 سنين فيلم نجح وكسر الدنيا وعايش النهارده، وكان قصته على فكره قصه محمد سعد. برضه عامل فيلم السنه دي او مسلسل اظن اسمه الليمبي في جين زي او جنريشن زد يعني الجيل الجديد، هيحط الليمبي في مواقف جديده انا متوقع له نجاح عادي. الراجل ما بيكسر الدنيا بجد يعني. وكمان كان معاه مسلسل اسمه الاكسلانس ككواليس وكده، كان بيتهاجم شويه ان هو كان بيزعق وبتاع، ما اعرفش بصراحه التفاصيل ايه، بس هو حتى في الاكسلانس ده صعب تعمل كاركتر جديده ما عندكش تاريخ معاها مش هتعرف تتقبله، غير ان هو اصلا استنفذ كل امكانياته وادواته في بتاع 6 7 شخصيات، وده رقم مرعب كبير جدا يعني. بص على كتكوت غير بوحه غير فالراجل عنده في الجراب شخصيات كتير جدا يقدر يستغلها طالما معاك سكريبت كويس فيلم كويس. في حلقه جديده وصل الفيديو 40 لايك، اللي كسب الايفون معانا اسمه عبد الرحمن مدحت، لو عايز تكسب وصل الفيديو 40 لايك. اللي كسب الايفون معانا اسمه احمد الونسو،
لو عايز تكسب الايفون وصل الفيديو 40 لايك وسيب كومنت. اشوفكم في حلقه جديده ومع السلامه. انا يا جماعه قناه ملخصات من الاخر. لو انت عايز اي فيلم معين قول لي هعمله لك واكتبه لك في الكومنتات. لو انت عايز مثلا شايف ان انا بنزل حاجات اباحيه او كده، لا يا جماعه خالص، القناه مش غرضها كده. بس حط نفسكم مكاني، لسه ببدا، بحيث ان انا عايز اتشاف الناس اكتر، وده اكتر حاجه بتتشاف. بلس انا ما طلبش مني فيديو وما عملتوش عشان تقول لي مثلا انت استسهلت وعملت اباحه. وحاجه تانية معانا يا جماعه، المواقع والحاجات بتاعت الاباحه الصرف بقت معرضين انكم تشوفوها في اي حته، حتى اطفالنا متعرضين ليها. فما تجيش على قناه انا عاملها اصلا الافلام مش كل الاطفال يعرفوا يشوفوا ملخصات الافلام. لان مثلا لو فيلم فيه زومبيز، في واحد بيحبس بنته في اوضه، الحاجات دي مش طبيعي طفل يشوفها. فما تجوش تمسكوا في دي بالذات ان انا كده اللي بنشر الفساد. لا يعني اليوتيوب اصلا بتاع الاطفال ده بيعملوا حاجه اسمها يوتيوب كيدز، وفي تصنيف معين الالجوريثمز ما بتقترحش كل الناس اللي هم عايزين، او الخوارزميات. تاني حاجه معانا يا جماعه، انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح. بعد شهر مثلا نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام. عامل ليكوا صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات. ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه يعني في فيديوهات بتتشاف قوي، فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصل الفيديو 40 لايك ومع السلامه.